الاستاذ بقى اللي انا عايشه معاه في البيت اتصل عليا وقال لي ايه الحقيني. قلت له الحقك ليه؟ هو انا كل شويه الحقك؟ حرام عليك بقى، في ايه؟ قال لي الحقيني، المدير مصمم انه يطلع يتغدى معايا. قلت له ليه يا ابني؟ هو مش لسه كان واكل عندنا امبارح؟ هو كل يوم ولا ايه؟ قال لي طب انا هعمل ايه؟ انا مكسوف منه قوي. بيقول لي ايه، من ساعه ما انا دقت عندكم الشاورما وانا ادمنتها بصراحه، خلي مراتك تعمل لنا المره دي الكبده. قلت له يا عم بقول لك ايه، الكبده ب 300 جنيه، كبده ايه؟ خلاص طب بص انا هقول لك على حاجه، انا هجيب كيلو كبده ابو 120 ده. قال لي ايه كبده تقل ب 120؟ قلت له ايوه بتاعت هوا وحلوه، بتاعت عربيات بره. المهم ما كدبتش خبر، رحت بعت على طول الواد ابني، قلت له يلا حبيبي هات كيلو كبده لبابا وتعالى. رحت جبت الكبده طبعا بقى عشان دي هوهو وزي ما انا قلت لكم كده ب 120 جنيه. رحت جبت لها ايه بقى، كوبايه لبن ونقعتها فيها نص ساعه. كل ده وبيقول لي خلص عشان انا قدامي ربع ساعه وجاي. انا مش عارفه ازاي ربع ساعه، بس انا برضو على مهلي، انا ما مش بتاعه الاستعجال، انا ماليش دعوه. مهم رحت نقعتها ايه نص ساعة كده ولا ساعة في اللبن، ورحت بعد كده صفيتها وما غسلتهاش. ليه بقى؟ لان اللبن ده بينقيها من السموم اللي فيها او الميكروبات او اي حاجة بقى انتوا عارفينها بقى من غير ما نكمل. بعد كده بقى جبت ايه، راس توم وقرن فلفل ومعلقة كمون ونص معلقة كزبرة ونص معلقة ملح ودقتهم، وحطيت نص الدقة على الكبدة كده وقلبتها بقى فيها. في طاسة بقى على النار جبت معلقتين كبار من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يكشيطمر فيه يا رب ويرقيه بقى عشان انا قرفت وزهقت. المهم اول ما الزيت سخن معايا نزلت بالكبده واحاول ان انا ما اقلبش كتير. ليه بقى؟ ما انت لما هتقلبي كتير الكبده بقى هتفرول وتنزل الميه بتاعتها مش هتبقى حلوه. فالتركايه دي خدوا بالكم منها. بص انا بحب دايما اديكم الحاجات المهمه. المهم اول ما شدت نفسها كده وخدت ودت رحت اديتها تقليبه بالراحه. المهم هو بقى عمال تربن 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 اتصالات. ليه؟ لان المدير ده طفس اصلا، صدقوني انا مش قصدي حاجه، بس هو بجد كده. خلصتي قلت له لا لسه. المهم ايه، قلت اسيب بقى الكبده كده واروح اعمل شويه سلطه طحينه انزلها لكم الفيديو اللي جاي ده. السلطه الطحينه بقى اللي بيحطوها لكم على المشاوي بره، عارفينها دي بقى ليها قصه وموضوع تاني خالص، هبقى احكي لكم عليه بعدين، بس اما اخلص دي الاول معاكم. المهم رحت قلبتها بالشكل ده كده لحد ما شدت. طبعا احنا معانا نص التومه، احنا خدنا نص التوم اللي احنا دقيناها في الهوم بتاعي ده. اول بقى ما شدت نفسها كده ونشفت، شايفين لونها؟ خلي بالكم ده من غير مونتاج، ده كده ده شكلها على الطبيعه. جبت بقى ايه نص فلفلايه كانت مرميه عندي في التلاجة، والله العظيم زي ما بكلمكم انا ما بهزرش، دي فعلا كنت هرميها. وقرنين فلفل كده صغيرين كانوا هيترموا برضو، كنت مقطعاهم حطاهم في الفريزر. احمر على اخضر على اصفر، ما عندكيش ما تحطيش، بس عشان ايه الكبده ما مش هتقضينا، عارفه الراجل ده هو بياكل ياما، فقلت اكتر الكميه وخلاص. المهم ايه رحت اديتها تقليبه كده. وبعد كده بقى ايه هجيب نص التوم اللي انا كنت شايلاه على جنب. مش هقول لكم بقى الريحه حلوه ولا كده، استشفوا بقى انتوا مع نفسكم الريحه. المهم جبت بقيه التوم اهي واديتهم بقى تقليبه كده مع بعض، وهو طبعا مش ساكت وعمال يتصل خلصي خلصي خلصي. انا طالع انا طالع، وانا ولا في دماغي، انا احب اشتغل كده ايه بالراحه عشان اظبط الحاجه وتطلع معايا ايه كويسه. المهم بعد ما قلبتهم بقى طبعا الريحه هنا كانت مش قادره اقول لكم قد ايه، يعني مش هقول لكم حلوه ولا وحشه، حذروا انتوا بقى. والمهم خلصت كده، واخر حاجه بضيفها بقى دي بقى يا ولاد سر السر بقى، سر السر بتاعي ده سر السر بتاع الكبده بتاعتي. بجيب بقى معلقه من تبس الرمان احطها بقى كده، بجد بتقلب ريحتها تماما. جربوها بالطريقه دي، وخصوصا الكبده المستورده. لو كبده بلدي انا بستكفى بس ورشه فلفل اسود وكمون وبس كده. واخر حاجه بقى اضيف فيها عصير ليمونه ورشه ملح وايه رشه كده صغيره. رحت بقى لهم كام رغيف عيش كده كانوا عندي في الفريزر، سخنتهم لهم وحروقتهم، وعملت لهم بقى سلطه الطحينه اللي انا هنزلها لكم المره الجايه. وطبعا بقى كالعاده المدير بتاعه قال له لا بصراحه لازم نستغلها ونفتح لها عربيه كبده. قلت له مره عربيه شاورما ومره عربيه كبده، طب اصبر لما اعمل السجق يمكن تفتحوا لي 3 عربيات. هقول لكم المكان فين عشان تبقوا تيجوا تاكلوا عندي. بس كده يا جماعه، اذا عجبتكم الوصفه عايزين تعملوا لايك اعملوا، مش عايزين براحتكم، عايزين تعملوا شير اعملوا، مش فارقه معايا كتير والله العظيم. بس كده انا خلصت كده، يلا هاجيلكوا تاني لما يبقى جاي عندنا. شايفين بقى يا ولاد؟ شايفين حته سلو موشن كده على البطيء، بتاخد القلب بتاخد القلب.